الناس اللي عايشة علاقة ما فيهاش ولا أمان ولا استقرار وفيها تهديد يومي أو شبه يومي. زوج يصحى من النوم مراته ما عملتلوش أي حاجة في الدنيا، فطار شاي بتاع، لا 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 احنا مش مرتاح، أنا كده لازم نتطلق، أنا مش مرتاح معاكي. ليه بيعمل كده؟ وعمره في حياته ما هيعمل كده إلا مع ست تكون بتحبه جدا جدا وعندها فوبيا إنه يسيبها، عندها رعب إنه يسيبها. يبص تلاقيه اختفى، راح عند مامته، راح عند اخته وسابها بالايام، وهي يا عيني تعيط، طب تعالى، طب انا هعمل لك اللي انت عايزه، طب نشوف، طب نتكلم. ونفس الشيء ممكن زوجة كل يوم الصبح تقول لجوزها لا 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 طلقني، انا مش هينفع كده اعيش معاك. العلاقة اللي ما فيهاش امان ولا استقرار عمرها ما هتستمر. هتحاولي وهتضحي وهتتنازلي وتفضلي تتنازلي مرة والتانية والتالتة، طالما الطرف ده مش فاهم ان الجواز امان واستقرار وعلاقة مقدسة في كل الأديان اسمها الرباط المقدس، يبقى مش هينفع. ما هو الأساس في الأصل إن إحنا متجوزين، يبقى إحنا عايشين مع بعض، يبقى مش هنسيب بعض ونحل كل مشاكلنا بقى. نبدأ نحل كل مشاكلنا، وكلها مشاكل أكيد تتحل، مفيش مشكلة ملهاش حل. لكن الراجل اللي طول النهار يهددك إن هو هيسيبك، كده كده هيسيبك. هو مش قاعد معاكي عشان سواد عينيكي، يعني هو قاعد معاكي عشان، اما انه عشان بيحبك، او لو هو مش بيحبك يبقى كده كده هيسيبك. انما مش بيسيبك علشان انت بتتحايلي عليه كل يوم، مش بيسيبك عشان انت بتتنازلي، بالعكس، كل ما بتتنازلي درجة بيطلب منك اللي بعدها واللي بعدها، لانه خلاص حس وعرف ان هو مهددك وماسكك من رقبتك، ان انا لو سبتك هتموتي. مفيش حد بيموت على فكرة، ما تخافيش، ايه المشكلة انك تتضايقي؟ ايه المشكلة انك تزعلي؟ احسن وافضل، احسن وافضل بكتير لكرامتك انك انت، الحاجه اللي مهدداكي، لو حد حاطط مسدس في دماغي هقول له لا موتني واخلص. انما التهديد والرعب والحياه اللي فيها رعب دي بالظبط زي ما يكون ضرسك بيوجعك وانت خايفه تروحي للدكتور، حاسه ان الدكتور والخلع والكلام ده هيموتك. هو مش هيموتك، هو هيشفيكي. هو انت هتتألمي شويه وبعد كده هترتاحي العمر كله، وهتحسي ان انت يعني كان فين ده من الاول، ما كنت خلعته من زمان. اخلعي اي حد يهددك، وانت كمان اخلع اي حد بيهددك. مفيش حاجة اسمها علاقة فيها تهديد، العلاقة اما فيها استقرار وامان، يا اما بلاش. ولو كنا هنزعل ونتضايق، ما تزعلي وتتضايقي، هتزعلي وتتضايقي شوية زيها زي اي حاجة، وبعد كده هتعيشي وتكملي حياتك عادي جدا، ما فيهوش اي مشكلة. جربي.